احنا اتفاقيتنا مع امريكا مدتها 20 سنة باقي منها 9 سنوات. هاي اول شيء. لما عملنا الاتفاقية عملناها اثناء حرب الكويت، احتلال الكويت بكل امانة، واحنا كدولة صغيرة كنا مضطرين نعمل اتفاقية من هذا النوع. الاتفاقية اللي وقعتها مع رامسفيلد من حوالي 7-8 شهور هي تنفيذية لاستعمال المركز إدارة العمليات مالهم في شرق آسيا وفي الشرق الأوسط من قطر، لأنه هم في فلوريدا موجودين السنترال كوماند، فنقلوا جزء منهم بحيث أن يكونوا قريبين للمنطقة سواء لأفغانستان أو لكوريا أو لأي مناطق أخرى، أن عملياتهم تدار من مركز قريب للحدث. واحنا قلنا لهم ما في مانع في ظل الاتفاقية السابقة اللي موجودة بيننا وبينكم انه نعمل اتفاقية تنفيذية. مخاوفنا ليش عملنا هذا الموضوع؟ احنا السعودية تآمرت علينا فعليا هي ومصر ودول كثيرة تعاملوا وعملوا انقلاب كاد ان ينجح لولا احنا وقفنا وقفة انه يا نموت يا نحيا. واحنا كلنا كنا على الحدود. انا من الناس اللي كنت مع العسكر، وانا اللي كنت في المخابرات مسكته، والامير مسك مكان وابنائه مسكوا مكان وصمدنا ووقفنا وساعدونا الامريكان بانهم قدموا انذار رسمي للسعوديين انه كفوا عن الجماعه، ولا هم اقوى من السعوديين، احنا نفهم هذا الموضوع. وبعدها صار عندنا شعور نفسي بانه هالجماعه ما ممكن نرتاح منها، ولا بد ان يكون عندنا قوه يخافون منها، واحنا ما نستطيع نعمل قوه يخافون منها. طبعا اذا تغيرت الظروف بعد 9 سنوات احنا نستطيع نلغي. يعني هذا يرجع لك قول لي ايش احنا اسأنا وايش احنا احسننا للأمة العربية في علاقتنا مع امريكا. اولا علاقتنا مع اسرائيل ساعات اذا وجدنا الضغط السعودي زاد على الامريكان هم يخففون الضغط علينا الاسرائيليين بسبب علاقتنا معهم. المنطقة مقبلة على بركان، السعودية مقبلة على ثورة شئنا ام ابينا. هو لما تكلم معاه كان هامس في ابن سعود الفيصل، احنا رجعنا للشريف وسعود هو اللي حمسه، لانه هو ضد اي تقارب او اي كلام من هالنوع سعود، واحنا نعرف سعود. فالقضية الان الناس انشروا اللي حواليه، الحرس الوطني انشرى، هذا معلومات من احد الشخصية. الرجل باقي اذا هم يريدونه باقي، اذا ما يريدونه وفي كلام انه ممكن يخلصوا منه. الامريكان عندهم استراتيجية تهدى العراق خلال 2 سنين، هم يفكرون ان السعودية لازم تتقسم. وين الوهابيين والمتشددين؟ في وسط المملكة في نجد ما فيها بترول الا 400,000 برميل. الحجاز عندهم مكة والمدينة بير بترول. الشرقية عندهم كل الثروات النفطية. ليش الآن في جريدتين تصدر، واحدة باسم الحجاز وواحدة باسم الشرقية ومعارضة بداية الفصل؟ لأنه في الأمريكان، أنا شفت رولا الفرنسي اللي كتب التقرير المشهور عن السعودية أنه هذه لابد أنه يشيلون لسعود وكذا، اللي كان في مجلس الأمن القومي موجود اللي قالوا طردوه وكذا. هذا الشخص يقول لازم فصل هذيل وخلي المتدينين ما عندهم ياكلوا، خلي عندهم 400,000 برميل. أنا اجتمعت مع المخابرات الإنجليزية والأمريكية من فترة في لندن وطالبيني على أساس تحليل الوضع في السعودية، بس هاي بيني وبينك أمان. حللت لهم الوضع أنه الوضع صعب وفي حكومة هرمة ومشتركة اللي تحت يديروا الأمور، يعني ممكن يكونوا هرمة بس يخلون حد يشتغل في البلد. قلت لهم يعني واحد اللي ما يقدر يشتغل 8 ساعات في اليوم 10 ساعات يترك الغير يشتغل وهو يشرف على الأمور. هم لا تاركين الشباب يشتغلون ولا شيء. الأمل في الصف الأول حتى في الجيش مفقود، الأمل لازم في الصف الثاني. والصف الثاني هذه الناس يروحون أوروبا، ناس يروحون كذا، واحد يشوف يعطي هذا الضابط بدون ما يطلب منه خدمة، يعني يخلق علاقات الشخصية مع هالناس اللي في المفاصل. هذا جزء مهم في العملية في رأيي الشخصي، لأن أنت هنا معناته مش طالب منه طلب عشان تعطيه، يعني ما تسوي عليه منه أن تقول له والله أنا بساعدك لأنه أنا كذا وكذا. هذه اللي وين يروحون؟ لندن، باريس، روما، سويسرا، معروفين. هذه اللي نشتغل عليهم، سفاراتنا بهدوء، واحد وقع في مشكلة، واحد مرض يبي علاج، مش عارف ايش، من هالناس المعينين هذه، وما تكلف كثير. هذه نقطة.
النقطة الثانية، الإنجليز قالوا لي احنا بنوقف لآخر لحظة مع آل سعود، لأنه البديل خطر، البديل الإسلاميين، وإحنا ما نريد إسلاميين. الأمريكان عندنا مشكلة، إحنا نجحنا أنه سحبنا قواعدهم من السعودية لقطر، لنا عمل خلل. الآن أعطوهم مرة ثانية قواعد مدفوعة. المشكلة هنا يعني إحنا شوي شوي كسرنا احتكارهم في الخليج. يعني أنت شفت كم رئيس دولة حضر لدمشق، هذه قبل ما كانت تحضر. الآن عمان حضرت. عمان دائما يحضر الرجل الثاني اللي هو السيد فهد حضر، وثلاث دول أخرى احنا والكويت والإمارات حضروا. هذا ضربة للسعودية كبيرة. احنا في الجامعة ما عندهم السيطرة في الجامعة. احنا مع الأمريكان شغالين في هذا الموضوع. طبعا عندنا خلاف على موضوع نجحوا فيه السعوديين، موضوع الجزيرة مع الأمريكان. عندنا خلاف في هذا الموضوع مع الأمريكان، هم زعلانين على موضوع الجزيرة الأمريكان. هذه مشكلة، لكن احنا عندنا اتصالات كثيرة ويسألوننا ويأخذون رأينا في أشياء كثيرة. لكن المشكلة إن ما حوالينا عرب كثار ويانا حتى يقولون والله هاي الجماعة عندهم مجموعة. يعني الحين خطنا من مثل احنا وانتم كم دولة ثانية معنا في الخط. واحنا ما ننسى انهم عملوا انقلاب علينا في يوم من الايام، هذا لا يمكن ننساه. لكن وانا اعرف ان اكثر واحد يكرهونه انا طبعا. لكن اول شيء احنا اخذنا حقنا بالكامل وبالقوة. هذا الشيء الثاني، احنا بغينا نكون على حياد شوية معاهم في بعض الامور، لان هم شكلوا ضغط علينا مع امريكا عجيب، واحنا 3 سنين صمدنا امام هذا وما غيرنا موقفنا، وهم قاعدين يحاولون يشتغلون علينا في كذا موضوع. الان احنا قلنا بنشتغل بطريقة مختلفة. احنا خذنا ارض من عندهم، اعطونا من حدودهم، دخلنا وخذنا منطقة بحرية كاملة تنازل من الحدود في خارج الاتفاقية. هاي بس الخطة بيني وبيننا. يعني هذا خذناها منهم بالقوة، تعرف بالقوة معنا عندنا اتفاقية موقعة. لا أنا أعتقد هم الآن حاسين بالفجوة اللي وقعوا فيها والمشكلة، لأنه الفترة اللي فاتت هم الشوط وما عملوا شيء ومشى. ويعني أنا ما أبي أقول المصريين ضللوهم كثير. يعني المصريين شمر المصريين